ألف ألف مبروك يا كينج مصر على التجديد مع ليفربول. عقبال كده يا رب ما تبقى رئيس النادي. أنا لو عليا كنت جيت باركت لك بنفسي في إنجلترا، بس للأسف مش فاضي خالص اليومين دول. حبيبي يا زيزو، قبلت طهور ابنك كده وتحياتك وصلت يا باشا. انا بقول لك ايه، انت لابس ليه تيشيرت الاهلي؟ انا فاكر اخر مره نزلت فيها مصر انت كنت تقريبا بتلعب في الزمالك، ولا انا مش واخد بالي؟ ما خلاص بقى يا عم أبو صلاح، أنا سبت الزمالك وهروح الأهلي. ده أنا حتى رحت السفارة الأمريكية وطلعت التأشيرة علشان ألعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، بس تعبوني بتوع السفارة دول. طب يا ابني كنت رنيت عليا في واحد هناك في السفاره حبيبي، اسمه الاستاذ وائل برادلي، كان هيخلص لك كل حاجه وهيجيب لك التاشيره وانت نايم في البيت. حبيبي يا مو، انا شايلك للتقيلة يا عم، بس ما تزعلش مني. انت غلطت في موضوع التجديد مع ليفربول ده الجماعة بتوع الخليج كانوا هيموتوا عليك، وكانوا عارضين عليك مبلغ حلو، كنت رحت اخدت لك سنة ولا حاجة. يا زيزو يا اخويا، مش حكاية فلوس، وبعدين لما ترضى بقليله ربنا يبارك لك فيه. وبتوع ليفربول هيدوني 350 الف استرليني في الاسبوع، يعني حوالي 20 مليون، يعني في الشهر 80 مليون، يا دوبك يقضوني انا والعيال. يا نهار ازرق، 80 مليون في الشهر؟ ده انا بتوع الزمالك مرضيوش يدوني 100 مليون في السنة واستكتروها عليا. ده الحمد لله ان سبتهم ورحت الاهلي. يا عم زيزو، ده ارزاق بتاعت ربنا. بس انت في الزمالك اخر فترة كنت نجم النجوم وبتجيب اهداف، والاهم من ده كله بطولة الكونفدرالية اللي كنت بتاخدها كل سنة. هتضحي بده كله يا زيزو؟ يا عم كل سنة وانت طيب. ما هو طلع من الكونفدرالية وكمان بفضيحة على يد فريق تعبان اسمه ستيلنبوش. يا دي النيلة. طب ده على كده المفروض هم ياكلوا فنكوش وينسوا اللي حصل من ستيلنبوش.